واش كانت في راسك باللي الخليه ديال الجسم كتشرف قبل الوقت بسبب هذا نمط الحياه اللي منتشر بين الناس، واللي كنقصد به نمط الحياه الغير صحي؟ ما كاينش نظام اكل صحي، ما كاينش رياضه، ما كاين حتى شي حاجه، وهذا راه مشكل. واخر الدراسات في هذا الموضوع هذا كتقول على ان من اهم العوامل المساهمه في اللونجيفيتي ديال الخليه، يعني اطاله امد الحياه ديال الخليه الا بغينا نقولوا، وهو البناء العضلي. يعني خاصك تبني الكتله العضليه في الجسم ديالك. الجسم ديالك خاص تكون فيه نسبه عضل طالعه مقارنه بنسبه الدهون، الحاجه اللي كنشوفوا العكس ديالها عند بزاف ديال الناس اللي ما دايش في هذه المساله هذه وما واخداش الامور بجديه، ردوا البال، هادشي راه ما معاش اللعب. وحاجه اخرى من بين اهم العوامل اللي كتساهم في علاج مقاومه الانسولين وهو وجود كتله عضليه في الجسم والبناء العضلي. يعني الكتله العضليه في الجسم ديالك خاصها تكون طالعه، وهذا الشيء هذا كيتحقق بالرياضه بطبيعه الحال. الرياضه ديال الميسكولاسيون بطبيعه الحال هي اللي كتكون رقم واحد اللي كتساهم في هذه المساله هذه، مع الماكله ديالك اللي كتكون صحيه، مع المسائل